نهاية مباريات يوم الأحد أو يوم التعادلات. فبداية بماتش توتنهام وبرنتفورد اللي خلص بنتيجة ال 2-2، وماتش تشيلسي وليفربول اللي خلص بنتيجة الواحد واحد، ونهاية بماتش برشلونة مختفي اللي خلص بنتيجة 0-0 في افتتاحية الليجا لنادي برشلونة. بس في الأول قبل ما نخش في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وانت جيت شرفت مشترك في القناة، ويلا نخش في الفيديو. أول كده أحب أقول لك السلام عليكم وازيك عامل ايه، وخلينا نبدا بماتش ليفربول وتشيلسي. الماتش دوت يخصني انا بالذات لان انا بشجع ليفربول. تشيلسي ليفربول واحد واحد، التعادل السابع على التوالي، فما فيش اي مفاجاه. بس الماتش دوت اثبت حاجه واحده، اثبت اللي العالم كله شايفه، ان الفرقتين فعلا محتاجين كايسيدو، وان الخلاف اللي حصل بينهم على كايسيدو ان الليفر راح دفع قدم عرض 115 مليون، وتشيلسي بس اللاعب رفض، بيقول عاوز تشيلسي. وتشيلسي حاليا خلاص فابريزو رومانو قال هير وي جو، كايسيدو رسميا لاعب لتشيلسي. كايسيدو كان عاوز تشيلسي. تشيلسي دفع ال 110 مليون لنادي برايتون، وخلاص كايسيدو لنادي تشيلسي. بس الماتش دوت فعلا اثبت ان كايسيدو مهم للفرقتين، الاثنين عندهم نفس المشكله الدفاعيه اللي في خط الوسط، لان نص ملعب الفرقتين نص ملعب جامد حلو. ماكاليستر، سوبوسلاي، جاكبو اللي كان بيلعب في نص الملعب مش عارف يورجن كلوب كان بيعمل ايه، ففعلا كان محتاج كايسيدو. تخيل كايسيدو كان في نص ملعب ليفربول النهارده. شوف تشيلسي انزو جالاجير كان محتاج كايسيدو برضه بسبب المسانده الدفاعيه مع الدفاع. تشيلسي ليفربول الاثنين دفاعهم النهارده كان وحش، بس ليفربول كان احسن هجوميا، واللي كان مدي ليفربول الافضليه الهجوميه ديت محمد صلاح. ايوه محمد صلاح اللي كان مدي ليفربول الافضليه الهجوميه، هو افضل لاعب في الملعب، هو اللاعب اللي مخلي بوتشيتينيو مش عارف يعمل ايه، مش عارف، واقف متوتر منه. اي كره لصلاح خطيره، والدليل الكره اللي جات له اللي شاطها بيمينه وجت على العارضه. انا عمك يورجن كلوب بيطلعه، ما ينفع، مش عارف التغيير دوت انا مش فاهمه خالص الصراحه، ان يورجن كلوب بيطلع محمد صلاح، دي مش مفهومه. حتى يورجن كلوب لما طلع بعد الماتش قال انا مش فارق معاه الارقام القياسيه، انا اهم حاجه بالنسبه لي المكسب. ماشي يا عم، انت مش فارق معاك الارقام القياسيه واهم حاجه بالنسبه لك المكسب. طب انت لو اهم حاجه بالنسبه لك المكسب ليه تطلع صلاح؟ يعني صلاح اهم لاعب في الفريق عندك، غير ان هو نجم الفريق الاول واهم لاعب في المنظومه الهجوميه، هو اللي بيبني الهجوم، هو يعني هو اللي عامل لك الاسيست واسيست خيالي. نخلي تشيلويل ما ياخدش راحته. تشيلويل كان وصلاح في الملعب كان محتار، يا ترى اطلع اهاجم ولا ارجع ادافع، اعمل مسانده دفاعيه ولا اعمل ايه. كان مخلي دفاع تشيلسي مش واخد راحته. صلاح حرفيا افضل وينج يمين في العالم، مفيش منازع عليه، افضل وينج يمين في العالم، واللي يقول لك غير كده كذاب. يعني صلاح بقى باكج كامل كده، بيديك كل حاجه في الملعب، اسيستات تلاقي، اهداف تلاقي. يا جدع الكره جات له على يمينه حطها بطريقه عالميه بس جت في العارضه. فتغيير تورجن كلوب الصراحه ديت مش فاهمها، ومن حق صلاح يتضايق، اي لاعب في مكانته يتضايق ان هو طلع ومطلعه لسه في تلت ساعه على الماتش، مطلعه في الدقيقه 75 ولا الدقيقه 70، غير ان الماتش اصلا بيديك وقت بدل ما تضيع حوالي ممكن يوصل ل 10 دقائق معاه، ومنزل لي مكان هارفي اليوت وبندوك. الاثنين دول يعملوا ايه في ماتش زي دوت؟ يعني هارفي اليوت وبندوك نزلهم في ماتش سهل، ماتش بورنموث اللي جاي يا عم. ماتش بورنموث اللي جاي لو انت كسبان وخلاص وضامن المكسب نزلهم، طلع صلاح، بس ما تنزلهمش في ماتش زي ده، ماتش صعب ومتعادل كمان فيه. كلوب النهارده هو اللي كان خلى ليفربول يتعادل بسبب في فتح في التشكيل، بداية من كودي جاكبو في نص الملعب. طب كودي جاكبو ملوش أي لازمة في نص الملعب. أنا عندك في ليفربول عندك أليسون بيكر، أليسون بيكر يعني لولا يعني مش عارف هنعمل من غيره والله، شال كور موت. أليسون بيكر عالمي. هنروح لخط الدفاع، خط الدفاع ما شاء الله، يعني عم أرنولد ما عملش أي حاجة النهاردة، هجوميا زي الزفت، في ساعة اللعب زي الزفت، في الباصات زي الزفت، دفاعيا كالعب معتاد زي الزفت. يعني ارنولد ما عملش اي حاجه خالص النهارده، كنت متوقع منه الصراحه الحركات اللي هو بيعملها دي، اللي هو يخش في نص الملعب، ما عملش حاجه، كان بيبقى كباك وما عملش اي حاجه خالص، نفس البدايه بتاعت الموسم اللي فات، نفس الخطه التكتيكيه بتاعت الموسم اللي فات. ارنولد قلنا ارنولد بقى يخش جنب ماكاليستر، بيلعب في مركز مش مركزه، وقدم اداء جميل، قدم اداء حلو. يعني هو وسوبوسلاي ومحمد صلاح التلاته دول ولويز دياز، بس لويز دياز اختفى
طول الماتش. بس التلاته دول لولاهم يعني هم الشمعة المضيئة في الليفرز. ابراهيم كوناتي وفيرجيل فان دايك الاتنين كان ادائهم جيد في الماتش ده، يعني وقف على رجلهم. وابراهيم كوناتي كان كويس. روبرتسون مشكلة دفاعية، لازم نجيب مدافع بيلعب برجله الشمال مكان روبرتسون، لان روبرتسون في اخر فترة مش في مستواه خالص. نروح نص الملعب، نص الملعب اللي فيه التخريف كله بيلعب ماكليستر ستة، بيلعب حاطط لي في نص الملعب ماكليستر وكودي جاكبو وسوبوسلاي، بيلعب بماكليستر ستة. ماكليستر اصلا دفاعيا ربنا يعينه، كان حطه في مكان يعني محتاج واحد يساند الدفاع البايظ اصلا. حتى واحد مش مدافع، مش نمرة ستة اصلا. ماكاليستر في الحالات الهجومية كان طلع نار من بقه حرفيا، مع انه كان بيلعب في يعني في اخر الملعب. شوف هو اللي ادى لصلاح الباص الامامي اللي جاب منه الجول. ماكاليستر. سوبوسلاي كذلك، سوبوسلاي خامة نضيفة وقدم اداء عالمي في الماتش. كودي جاكبو ما عملش اي حاجه خالص، بس مش هلوم، الراجل بيلعب مش في مركزه، هو مش عارف يعمل ايه. كودي جاكبو كان بيلعب ناحيه الشمال ناحيه روبرتسون، اللي الاتنين اصلا تعبانين. كودي جاكبو مش عارف يعمل ايه في نص الملعب، يعني مش مركزه. هعمل اني مش عارف، يعني بيحاول يدافع، بيحاول يباصي، يحاول يستخلص كور. راجل تايه في نص الملعب، مش عارف يعمل حاجه. في الهجوم كان صلاح وجوتا ودياس. صلاح كان احسن واحد في الهجوم، صنع لك اسيست وباص عالمي من صلاح للويز دياس. جوتا ما عملش اي حاجه غير ان هو كان بيسقط وخلاص، هو ما فيش اي حاجه، ما قدمش اي حاجه في الماتش. يورجن كلوب هو اللي ضيع الماتش على الليفر، كان يقدر يكسب. صلاح تغيير الصلاح دي وحش، حسيت كودي جاكبو في نص الملعب وحش. طب انت نزلت كورتي جونز كان كودي جاكبو، دي تبديله حلوه، دي تبديله الواحد مقتنع بيها. كورتي جونز في نص الملعب هنا هيأدي عن كودي جاكبو. داروين مكان جوته ماشي، بس داروين يعني ما ربنا مش عارف والله، يعني ضيع كوره في الدقيقه 89 ما تضيعش الصراحه. الكوره المفروض جوه كانت تقتل الماتش، كان هيدي الماتش الليفر من تشيلسي في ستانفورد بريدج. ويطلع لويس دياز وينزل بين دوك. يعني لويس دياز جاب لك الجول، وانا شايفه ان هو يعني لو جات له كوره هيعرف يخلصها. تطلع لويس دياز وتنزل بين دوك ليه؟ بين دوك لسه صغير 17 سنه. وهارفي اليوت ما شفناش منه اي حاجه طول الثلاث سنين اللي قعدوا هنا. يورجن كلوب سد النفس الواحد خالص عن الموسم. يعني البدايه كده، هو مش هقول الماتش كان سيء، ما كانش فظيع، بس كان في نواقص واضحه في الفريق، ونقولها من زمان. اللاعب نمره 6 في نص الملعب عاوزينه اي حد، اللي هو اللاعب اللي زي كايسيدو. تشيلسي خلاص خلص فيه. تشيلسي بالشكل دوت مع المدرب بوتشيتينيو هيبقى مرعب الموسم ده. احنا لازم نخلص في روميو لافي، نروح ندي بقى ساوثهامبتون 65 مليون ولا اي حاجه. روميو لافي وكمان معاه لاعب. روميو لافي لوحده مش هيسد خالص لو انت عاوز تنافس على الدوري بقى واليوروبا ليج. مش هيسد لوحده في نمره 6، وكمان مدافع. يعني احنا عاوزين 3 صفقات: روميو لافي او اي حد نمره 6، اتنين في نص الملعب ومدافع بيلعب رجله الشمال، اللي هيبقى موسم ضنك خالص على الليفر. لان كده مش هينفع. ماكاليستر دي مش حتته خالص. ماكاليستر في الادوار الهجوميه بطلع نار من بقه، فانا مش عاوز ادفنه عشان يعمل بقى زي فينيسيوس جونيور والريال. ومع ذلك كان بيحاول يأدي، وعمل اثناء الهجوم عمل باصات اماميه عالميه. نص الملعب سوبوسلاي ماكاليستر، ونجيب جنبهم نمره 6، مش هيبقى ليه حل. على الاقل اللاعب نمره 6 هيظبط الدفاع شويه وهنعرف ندافع. تشيلسي النهارده كان بيلعب عليه كرات عاليه، كرات طوليه، لان انت ما عندكش حد خالص بيعرف يلعب براسه خالص. في نص الملعب كان هو الوحيد فابينيو اللي كان تقول عنك كان بيعرف يستخلص الكرات الطوليه ومشيته. كان ماشي 7 النهارده، ما بتعوضليش الا بلاعبين ماكليستر وسوبوسلاي. فابينيو اللاعب الوحيد اللي النمره 6 اللي عندك ومشيته. هنروح نادي تشيلسي اللي كان بيلعب بخطه 3-4-2-1. كان في حارس المرمى الحارس الجديد اللي جايبينه الموسم دوت سانشيز، وكان في قلوب الدفاع تياجو سيلفا وديساسي وكولويل. اللاعب كولويل قدم اداء عالمي، باصاته الطوليه خطيره وجميله قوي. ديساسي قدر ان هو يحقق هدف التعادل لنادي تشيلسي عن طريق باص من بيلي تشيلويل اللي قدم اداء النهارده خرافي، اداء هجومي عالمي من بيلي تشيلويل. كان واخد الناحيه الشمال دي لوحده، كان واخد ارنولد حرفيا، كان طاير. بيلي تشيلويل اللي شفناه في منطقه الجزاء اكتر ما شفنا رحيم ستيرلينج في المنطقه، وجاب جول واتلغى. يعني بيلي تشيلويل جاب جول واتلغى.
باك عالمي، لو ما اتصابش هي موسم تشيلسي هيبقى خرافي بسبب، بس ده لو ما اتصابش. وكذلك ريس جيمس. بوتشيتينيو كان مطير الاجنحه، الباكات، كان مطير الباكات خالص. انزو فرنانديز كان بينقل الكره قدام وبيلعب كرات طوليه، كانت بتخط، كانت بتكسر خطوط دفاع ليفربول كلها. نجوم المباراه من وجهه نظري كان بين تشيلويل وانزو فرنانديز من ناحيه تشيلسي، وصلاح وماكاليستر من ناحيه ليفربول. الاثنين دول كانوا ظاهرين بجد. كذلك انزو فرنانديز وبين تشيلويل كانوا ظاهرين جامد يعني. هنروح لمباراه برينتفورد وتوتنهام على السريع كده. المباراه خلصت بالتعادل بنتيجه 2-2. المباراة شهدت أداء وتألق ماديسون. ماديسون لاعب عرفت ليه في الماتش دوت. أرسنال كان بيتخانق عليه في آخر 3 4 سنين. اللاعب بأول مباراة رسمية ليه مع توتنهام في البريمير ليج عمل أسيستين مع فرقة ما فيش فيها مهاجم أصلا. هاري كين مشي، ريتشارلسون دوت يعني مش عارف ماله. أداؤه زي الزفت، ما عملش أي حاجة خالص في المباراة. السون كان متطرف. الهدف الاول جه لصالح نادي توتنهام في الدقيقه 11 من كريستيان روميرو باسيست من ماديسون. نادي برينتفورد قدم اداء جيد في المباراه وقدر ان هو يتعادل عن طريق اللاعب ميبومو من ضربه جزاء، بل وقدر ان هو يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ويسا. بس توتنهام فضل ضاغط لحد نهايه الشوط الاول. ايمرسون، لاعب ايمرسون رويال، قدر ان هو يسجل هدف التعادل لتوتنهام باسيست من ماديسون. ماديسون اللي قدم اداء خيالي الصراحه. كان نفسي يروح فريق تاني غير توتنهام. اللاعيبه اللي عجبتني النهارده في توتنهام كان لاعب بسوما. بس سوما قدم اداء عالمي بجد يعني. اللاعب دول اثبت لا ان كانت الانديه بتتخانق على اسم كان في برايتون. وكذلك ماديسون، ماديسون قدم اداء خيالي. وهنروح لمباراه الكره الحمراء، مباراه ختافي وبرشلونه. المباراه خلصت برضه بنتيجه 0-0. وبقول لك يوم الاحد دوت يوم غريب، يوم التعادلات. اتطرد من برشلونه رافينيا وتشافي. رافينيا وتشافي، يا الحكم كان نازل فاتح صدره عليهم وقاعد يوزع كرة حمراء. انا كنت خايف اتطرد وانا بتفرج. واتطرد برضك لاعب من نادي ختام. المباراة كلها اصلا كان فيها يعني تحس ان نادي برشلونة نازل شارب حاجة. تشافي ذات نفسه وهو بيحط الخطة شارب حاجة. اراوخو وهو بيمسك الكورة شارب حاجة. المباراة كلها كانت عجيبة الصراحة. بالدي قدم مباراة كويسة وظهر منه لمحات هجومية كتير بسبب ان تشافي ما بيلعبش حرفيا، يعني حرفيا ما بيلعبش بوينج شمال، ما بيلعبش بجناح شمال. ما تنزل الزازول مع دكة. زازول قاعد بره، نزله. وانت ما تلعبليش بجندوجان وبدري وفرينك دي يونج في نص الملعب. حرفيا التلات لعيبه دول شبه بعض، شبه بعض. جندوجان وبدري وفرينك دي يونج شبه بعض. نزل الزلزولي، نزل الزلزولي على الوينج الشمال. كان قلب لك الماتش، كان عامل لك فارق احسن من انت شفته. روميو قدم اداء جميل من جانب نادي برشلونه. لاعب بيقدم كل ماتش عكس المتوقع منه، وبسكت الجماهير اللي كانت بتنتقده قبل ما يلعب اصلا بسبب شكله. يعني مش عايزين نتكلم على شكل حد. انت اللي ليك عند اللاعب اداء في الملعب، فبلاش تتكلم بقى على حاجات تانية. اللاعب بيقدم اداء الى الان عالمي عكس اللي كان متوقع منه خالص. حتى تشافي حس فعمل في الشوط الثاني تغييرات ونزل يمين يمال ونزل زلزول، نزل الاثنين دول. ولما نزلوا حصل فرق شويه. نادي ختافي من اول مباراه كان قاعد يضرب في نادي برشلونه، في لعيبه نادي برشلونه. كان عاوز يجرهم لمنطقه البطاقات الحمراء انهم ياخدوا بطاقات فاولات والكلام ده. رافينيا وقع وادى الواد بكوع. عصر اول لنادي برشلونه في الليجا، في اول مباراه في الليجا زي الموسم اللي فات برضه. كان اول مباراه لنادي برشلونه كانت بالتعادل. وكذلك المباراه اول مباراه في الموسم ده التعادل. بس الموسم اللي فات حسم الليجا. يا ترى الموسم دوت هيقدر يحسم الليجا؟ وخصوصا ان ريال مدريد عنده اصابات كتير واهمها تيبو كورتوا الحارس الاساسي وإيدر ميليتاو. وبس كده. عاوز رايكم، يا ترى موسم برشلونه رايح على فين؟ هل هيقدر يحقق الدوري؟ كذلك موسم الليفر. وتوقعاتكم تشيلسي مع قدوم كايسيدو، هل هيحقق حاجه؟ هل تشيلسي يعرف يفنش توب فور؟ وسلام.